تعالوا مع بعض نقول أفضل 5 فنادق في العين السخنة من حيث كل حاجة. وعلى فكرة ده مش رأيي لوحدي، ده رأي كل الناس على السوشيال ميديا كلها. فندق رقم 5 فندق اسمه جاز ليتيل فينس جولف. الفندق ده فيه 5 مميزات و5 عيوب. موقع هادي مع ملعب جولف كبير. تاني حاجة، خدمة العملاء ممتازة جدا والغرف نظيفة قوي. تالت حاجة، مناسب قوي للأزواج والناس اللي عايزين يروحوا مكان يبقوا مسترخيين فيه قوي. رابع حاجة، في شوية مرافق ترفيهية متنوعة، يعني في شوية حاجات ترفيهية متنوعة هتتبسط وانت هناك. خامس حاجة، الأكل بقى بتاعه فيه شوية حاجات متنوعة جدا وطعمه حلو جدا. العيوب بقى، 5 عيوب. الأنشطة الترفيهية اللي فيه قليلة مقارنة ببعض المنتجعات اللي حواليه. تاني حاجة، الأسعار بتاعته مرتفعة شوية. تالت حاجة، ودي في معظم الفنادق، الواي فاي بتاعه ضعيف جدا. رابع حاجة، في أماكن فيه كتير محتاجة صيانة. وخامس حاجة، هو بعيد شوية عن المناطق الحيوية اللي حواليه. فندق رقم 4، فندق كورال سي بيتش أكوا بارك. الفندق ده بقى فيه شوية مميزات هقول لكم عليها، ركزوا معايا فيها كويس قوي. طبعا هو باين من اسمه إن فيه أكوا بارك، فدي أول حاجة، فيه أكوا بارك. لو معاك ولاد هتتبسط قوي هناك. تاني حاجة، موقع متميز قوي على الشاطئ. تالت حاجة، الغرف بتاعته واسعة وحلوة ومريحة. رابع حاجة، تنوع في الأنشطة الترفيهية. وخامس حاجة، خدمة العملاء بتاعته كويسة جدا. تعال بقول لك العيوب بسرعة. الأكل بتاعه مش قد كده. الواي فاي ضعيف شويتين 3 4 5. الأسعار عالية شوية بالنسبة للمنطقة اللي حواليه، يعني ممكن تلاقي حواليه أماكن بأسعار أقل، بس مش هتلاقي فيها أكوا بارك، ودي اللي بيميز الفندق ده عن غيره. وحاجة كمان إن بعض الأماكن اللي فيه محتاجة صيانة كتير. فندق رقم 3، منتجع توليب الجلالة. بصوا، أولا الجلالة واخدة شوية أماكن حلوة جدا، بس في حاجات بتعيبها شوية. موضوع إن الشاطئ في بعض الفنادق بعد الشاطئ بتاعها مش ملوش شاطئ، يعني هو مش على الشاطئ مباشرة، الشاطئ بتاعه بعيد قوي، أو في عربية بتوديك وتجيبك وحاجات زي كده. بس المميزات بقى بتاعته إن هو بيشوف مساحة كبيرة قوي من البحر بس من بعيد. في مرافق كتير، يعني برضه انا هعمل لكم تقييم لفندق جلاله اكوا بارك دوت. في وسط الفندق كده في شويه اماكن زي اكشاك صغيره كده، اللي بيبيع بيتزا واللي بيبيع ايس كريم، ومكان بيأجر عجل، وسوبر ماركت جوه الفندق. اسعاره حلوه كويسه. ففي يعني تنوع كتير جوه الفندق. الفندق دوت يعني في واحد فيهم في اكوا بارك كتيره جدا. وفي فنادق الجلاله اللي تبعه، يعني ممكن بعربيه تاخدكم توديكم لغايه الاكوا بارك وترجعكم تاني. ودي برضو ميزه حلوه لمنتجع الجلاله عموما. بصوا، في بقى ميزه انا مش متاكد منها قوي، ان بعض الناس بتقول ان الفطار بتاعهم حلو جدا، بس انا بصراحه مش عارف، مش حاسس الكلام ده. تعالوا بقى نشوف العيوب. بصوا بقى العيوب، وجبه العشاء مش قد كده. فريق الانيميشن تعبان جدا. في ناس كتير قالت ان الغرف محتاجه صيانه وريحتها مش حلوه. الاسعار بقى عموما بتاع منتجع الجلاله كله اسعارهم عاليه قوي. فدي المميزات والعيوب بتاعته ليه بالجلاله. فندق رقم 2، منتجع موفنبيك السخنه. الفندق ده حلو جدا، الموقع بتاعه هادي قوي وعلى شاطئ خاص. الاكل والبوفيه فيه طعمه حلو جدا. الفندق نفسه فيه شويه انشطه وترفيه حلوين قوي، لو في حد راح هيتبسط. وعلى فكره هو موفنبيك ده اصلا معروف قوي في فنادق كتير يعني، وهو واخد صيت حلو قوي يعني موفنبيك. لكن في شويه عيوب، من ضمنها ان الخدمه هناك بطيئه شويتين، يعني انت عشان تعمل حاجه عقبال ما الناس تساعدك هياخدوا وقت بطيء قوي. فندق بقى رقم 1، وده احسن فندق المفروض في العين السخنه كلها، فندق ستيلا دي ميري جراند. وده من افضل فنادق العين السخنه حقيقي. اولا الشاطئ الرملي حلو جدا وقريب كمان من الفندق. في شويه مطاعم كتير ايطالي ومكسيكي ولبناني وحاجات حلوه قوي. خدمة العملاء هناك حلوة قوي وناس كتيرة بتشكر فيها. فيها حاجات متنوعة، والسبا فيها حلوة قوي. في بقى شوية عيوب، وديت اللي احنا معتادين عليها شوية، ان الواي فاي فيها ضعيف. المكان محتاج شوية صيانة.
بس انت لو رحت الفندق ده هتتبسط فيه قوي قوي قوي. ودول كانوا احسن 5 فنادق معانا في العين السخنه. وانتظروا ريفيو في فندق جديد. باي باي.